خلونا نبدأ النهاردة بحكاية أو يمكن مشهد بيتكرر كل يوم في ميكروباص زحمة. الحكاية بتبدأ لما شاب وبنت ركبوا وراحوا قعدوا في الكنبة الأخيرة. الشاب بمنتهى العفوية حط دراعه حوالين كتفها وضمها ليه. في لحظتها عين السواق جت عليهم في المراية وبصوت عالي سمعوا الميكروباص كله وجه لهم الكلمة دي. الشاب رد بهدوء، بس هدوءه ده بدل ما يهدي الموقف ولعه أكتر. مش بس السواق اللي اتنرفز، لأ، ده خلى كل الركاب اللي كانوا كل واحد في حاله يركزوا معاهم، والنظرات بدأت تتحول لهمس وهمهمة. وهنا بقى التوتر وصل لدرجة تانية خالص لما السواق اداهم الإنذار الأخير. وفي اللحظة دي بالذات همز الركاب اتحول لصوت ممكن يكون خافت، لكنه كان واضح جدا في تأييده لكلام السواق. الشاب حاول للمرة الأخيرة يوضح الموقف، قال دي أختي بس خلاص. الكلمة بتاعته كانت بتترمي في الهوا، الحكم كان صدر خلاص من الأغلبية اللي في الميكروباص. لكن الشاب وبنفس هدوءه عمل حاجة محدش توقعها خالص، مد إيده في جيبه وطلع بطاقته وبطاقتها. واحد من الركاب خد البطايق وبص فيهم واتأكد، طلعوا اخوات فعلا. سكتة، لحظة صمت تقيلة جدا خيمت على المكان. بعدها بدأ السواق والركاب واحد ورا التاني يعتذروا. القصة دي بتجبرنا نقف ونسأل نفسنا، كم مرة حكمنا على موقف بنفس الطريقة دي؟ طيب إيه اللي بيحصل لما حكمنا بيطلع غلط؟ خلونا نشوف مثال تاني بيورينا قد إيه المشكلة دي ممكن تكون أعمق. القصة اللي جاية دي بتورينا إن الغلطة دي مش مرتبطة بشخص معين، دي ممكن تحصل لأي حد حتى الأكبر العلماء. دي حكاية شخصية بيحكيها فضيلة الشيخ الشعراوي عن درس مهم جدا اتعلمه وهو لسه طفل صغير. يعني الحكاية بتبدأ بحدث بسيط خالص، زي ما احنا شايفين. الشيخ وهو طفل شاف بنت عمته بتشرب مية في نهار رمضان. رد فعله كان فوري وقاسي، قرر يقطعها تماماً. لكن والدته لما لاحظت اللي حصل شرحت له الحقيقة اللي كان يجهلها تماماً. والدرس ده بقى اللي اتعلمه في اللحظة دي فضل معاه طول حياته. من اليوم ده عمري ما حط الأمور بظواهرها. طيب ماذا لو كان الحكم المتسرع ده له عواقب تانية خالص، مش مجرد إحراج أو سوء فهم؟ ماذا لو كانت التكلفة روحانية؟ هنا الحكاية بتاخد منحنى تاني. عالم جليل زي الإمام الشافعي فجأة ما بقاش قادر يقوم الليل، ودي كانت من أحب العبادات لقلبه. مش عارف، في حاجة منعاه. فراح لشيخه والتشخيص كان صادم. نزل عليه زي الصعقة: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. تخيلوا الإمام الشافعي يسمع الكلمة دي، قعد يراجع كل تفاصيل حياته، كل كلمة، كل فعل، بيدور على الذنب اللي ممكن يقيده بالشكل ده. والغريب إن الذنب ما كانش فعل عمله، كان مجرد ظن عدى في قلبه وهو شايف راجل بيبكي في صلاته، فقال في نفسه بس ده أكيد بيمثل عشان الناس تشوفه. حكم داخلي صامت زي ده كانت نتيجته حرمان من عبادة عظيمة. وده بيورينا قد إيه سوء الظن ده شيء له وزن كبير عند ربنا. وهنا المقارنة بتبقى واضحة قوي. على ناحية سوء الظن ده عامل زي السم، بيفسد العلاقات، بيقطع الود، وممكن يحرم الإنسان من نعم كتير. وعلى الناحية التانية حسن الظن بيتحول لعبادة، عبادة بتبني وبتحافظ على الحب ده. الفرق بين الهدم والبناء واضح جدا. طيب السؤال المهم بقى دلوقتي، إزاي ممكن نطبق المبدأ العظيم ده في حياتنا اليومية، حياتنا اللي مليانة مواقف ممكن توقعنا في نفس الغلطة كل شوية؟ هنا في شوية خطوات عملية وبسيطة قوي. يعني مثلا بدل ما الواحد يزعل إن صاحبه عدى من جنبه من غير ما يسلم، ليه ما نقولش يمكن كان سرحان أصلا وما شفناش؟ دي تحولات بسيطة جدا في طريقة التفكير، لكنها بتحول مبدأ كبير وكلام نظري لنصايح نقدر نعيش بيها كل يوم. والتشبيه ده بصراحة عبقري، بيلخص الفكرة كلها. هل ينفع نحكم على صورة من أول لقطة ليها وهي لسه مهزوزة ومش واضحة؟ أكيد لأ، بنستنى الصورة تثبت وتوضح. وهو ده نفس المبدأ اللي المفروض نطبقه مع الناس. ودلوقتي وصلنا للقاعدة الأهم، القاعدة النهائية في الموضوع ده كله: 70. الرقم ده مش مجرد رقم، ده بيمثل مبدأ في منتهى العمق والقوة. هي دي القاعدة الذهبية اللي بتلخص كل اللي قلناه. التمس لأخيك 70 عذراً، ولو بعد ال70 عذرة دول ما لقيتش، قول لنفسك يمكن في عذر أنا أصلاً ما أعرفوش. القاعدة دي بتعلمنا التعاطف لأقصى درجة، وإننا دايماً نفترض إن في جانب من القصة إحنا مش شايفينه. وهنختم بالسؤال ده، سؤال محتاج كل واحد فينا يفكر فيه مع نفسه. لو كل قصة وكل موقف ليه جانب خفي،
يا ترى إيه الأحكام اللي بنصدرها كل يوم على قصص لسه فصولها مكتملتش؟